السلام عليكم اعزائي متابعي قناه المزرعه تي في. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنهضروا فيه على الخرفان او يعني الفحول ديال القطعان ديال الغنم، يعني الفحل ديال القطعه ديال الغنم. بغينا نهضروا في هذا الفيديو بالخصوص على واحد الظاهره اللي كيديروها الكسابه، وخصوصا الناس الكبار اللي ما منفتحينش على المحيط ديالهم وعلى المجال ديالهم، بحيث انهم كيعتمدوا على الفحول ديال السوق، الفحول السواقيين، ما كيعتمدوش على الفحول ديال لانوك ولا الفحول اللي تيكونوا معروفين، يعني بالسلاله، تيكونوا سلاله منتقات من خلال الجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام والمعيز. وبالتالي كيوليو يخدموا واحد الخدمه اللي هي خدمه ماشي خدمه يعني مضبوطه، وماشي خدمه بالاصول ديالها، بحيث انه الا خدا الانسان فحل ديال لانوك حتى ولو كان غالي الثمن، فانه كيولي يخدم على لا كاليتي، تيخدم على الجوده. وكتعرفوا ان السرطي فيه الثمن الا كانت السلاله مزيانه، بحيث ان السرطي في الخروف كيوصل 4 المليون، 5 6 بعض المرات حتى ل7، كما حدث في المعرض الدولي للفلاحه في مكناس هذه السنين مع الاخوان خليل. بالتالي عوض ما يخدم الانسان على لا كونتيتي، يخدم على لا كاليتي، يخدم على واحد الكميه قليله ديال الغنم وواحد الفحل اللي يكون فحل في المستوى، وينتج لهم واحد الخرفان اللي هما خرفان في المستوى، وينتج نعاج اللي هما في المستوى، بحيث انه غيكون الثمن في ديك لا كاليتي اللي غيوليو ينتجوا بدوك الخرفان ديال لانوك ولا بهذه المساله هذه. بحيث ان الناس ما تيمشيوش لانوك، تيمشيو للسوق، تياخذوا خروف اللي ما فيش المواصفات مزيانين، وبالتالي كيخرجوا في واحد السلعه اللي هي سلعه ناقصه وما كتساعدهمش، وكيوليو يخدموا بزاف وما كينتجوش. لذلك فالاستعانه بواحد الخروف اللي هو خروف بمواصفات، يعني مواصفات سلاله السرطي، يعني الطول والعلامات ديالو، فهو كيساعد بان الانسان انه يتقدم يعني في المشروع ديالو وينتج ويكون واحد المنتوج. لان الانسان دابا ما بقاش يخدم على الكميه، ولكن ولا تيخدم على الجوده وعلى السلاله. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. نتمنى ان الفيديو يعني نكون وضحت فيه على الاقل، يعني اقل ما يمكن بالنسبه لهذا الموضوع هذا. والسلام عليكم.